بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ بسم الله كده معاكم. بصوا دي قصرية زرع صغيرة كده انا حطاها. دي البلكونة عندي. الاول اقول لكم انا بصور الفيديو ده ليه. دي البلكونة عندي. دي قصرية زرع كنت بحط قصرية زرع كده على نسور. يعني الخضرة حلو بتدي شكل حلو. دي بحط ممكن فيها فول ذرة. بصوا بتطلع خضرة بتبقى شكلها حلو كده وجميل. فلقيت العصافير بتنزل تاكلها، لقيتها بتبقى جعانة، فقمت عملت حاجه حلوه قوي في البلكونه. جبت وانا هنا عشان البلكونه بس يعني بلكونتي على الشارع. ف بصوا انا عندي الشجر كتير وحلو وكده، فبلاقي العصافير بقى بتيجي ومعاها الشجر وبينزلوا بقى ياكلوا ايه الشجر ده، واخدين على اكل الزرع يعني والشجر عشان بيبقوا واقفين على الشجر. فلقيت قلت لا، طب ما انا اعمل حاجه حلوه. جبت كرتونه وحطيت فيها، جبت اكل عصافير حطيته فيها. بصوا اهوت كده في الكرتونه في الارض. هم بقى بينزلوا ياكلوا براحتهم، ما بقاش بقى يجوا عند الشجر ولا الزرع ولا حاجه. فقلت مش واحده بس اللي بتيجي، لا بقى بيجوا كتير. يمام وعصافير كميات كتيره يعني. حتى اليمام بقى يجي عندي انا حاطه فرع نور على البلكونه كده. بقى يجي يتمرجح ويقف عليه عشان بياكل بقى براحته وبتاع. فبيقف بقى يتمرجح عليه. حتى احط لكم الصوره ديت بتاعت اليمامه في الاول. دي الستاره، حتى انا بص معلش هي طارت من الهوا. انا لان لما الستاره كلها يعني حاطه عامله جزء ومخليه جزء عشان ينزلوا ياكلوا براحتهم. فهو بس الهوا طيرها دلوقتي. دوت. بصوا عامله لهم حاجه برضو ميه كمان على السور، اي حاجه قديمه. بطرمان كريم قديم، بطرمان شعر يعني كريم شعر، اي حاجه جارده اللي هو الصغنن ده بتاع الايس كريم، اي حاجه. دي انا حاطه له، بص ربطها هنا في السور عشان حطها في السور كده وربطها عشان ما يقعش. وديت حاطه فيها زلطه عشان برضو يشربوا براحتهم وما يقعش، لان ايه مش بيجي عصفوره او عصفورتين، لا بيجي كذا واحده كذا عصفوره، لان دي كرتونه كبيره. فبيجي كذا عصفوره مع اليمام وكده وياكلوا براحتهم. حتى جايبين ورق الشجر اهوت بيلعبوا بيه مع الاكل والحاجات دي حاطينه. دي حاجه سهله قوي. انا قلت ده يعني يوم يعني فيديو بقى مختلف عن الاكل، يعني نغير الروتين بتاعنا شويه. انا بحب اغير الروتين بتاع الاكل والحاجات دي، مره يعني اوريكم العصافير، مره في السوق اللي هو بتاع فيديو الملابس دوت، يعني ايه عشان ما يبقاش اكل على طول والواحد يزهق يعني. دوت. فقلت انتوا لو جبتوا كيلو اكل عصافير ما شاء الله، هو الاكل ده بيبقى خفيف، فتلاقي الكيلو ده ما شاء الله بيرمي معاكم كتير. فبتحطوا لهم كذا مره كده ويعني وبيبقى رخيص مش غالي اكل العصافير. معلش انا على البلكونه على الشارع والصوت والدوشه. بس قلت اصوركم الفيديو ده مش هطوله عليكم. فالمهم مش هطول عليكم. فالاكل بقى بيقعد معاكم مده طويله لما تحطوا لهم، وبتاكلوا كذا واحده. يعني كميات كبيره، ممكن بينزل اليمام ياكل زي ما قلت، وعصافير كتير برضو. فده يعتبروه ثواب صدقه، حاجه تبسطكم. كفايه ان هي زقزقه العصافير كده اما بتنزل وتاكل وتزقزق بيبقوا فرحانين، وكلهم بيعملوا صوت واحد مع بعض كده. بيبقى حلو قوي مبسوطين. حاجه حلوه يعني. انا بصحى عليهم كده مع الزقزقه انه نازلين بقى فرحانين وبياكلوا. فتعودوا. حتى لو جيت مره ونسيت ان انا احط او ما شلتش الاكل دوت وحطيت فضيته وحطيت بقى اللي هو لان ده ممكن بيبقى فيه القشر بقى كلوه خلصوه. فلو ان انا ما حطيتوش وعايزين بقى تاني بيقعدوا يزقزقوا. ان هم بقى ما فيش اكل فعايزين يتحط لهم اكل تاني. معلش البلكونه انا هخلص الفيديو عشان الدوشه دي، عشان صوت الشارع. فهو حلو كده وجميل. فيديو قصير اتفرجوا عليها يعجبكم. وكل يعمل الحكايه دي حلوه جدا، ويعملوها ثواب صدقه، حاجه تفرحكم تبسطكم العصافير اما تلاقوها حلو يعني. فيلا بقى ما تنسونيش لو عجبكم الفيديو، ما تنسونيش في الاشتراك، واللي هو تعملوا زر الجرس سبسكرايب عشان يوصلوك كل جديد، وتعملوا اعجاب على الفيديوهات. واي حاجه بقى عايزين انزلها لكم تاني قولوا لي. انا وصورة اليمام قلت زي ما قلت في الاول انزلها لكم في اول الفيديو تشوفوها برضو وهي واقفه على الحبل. حتى انا مرضتش افتح السلك واخش عشان تطير، لا سبتها تقف براحتها. فيلا بقى لو عجبكم ما تنسونيش. احلى متابعين نوفا. مستنياكم واشوفكم على خير.